بتحس دايما إن يومك بيطير وأنت مش فاهم راح فين. تحس إنك مش منجز مع إنك كنت ناوي تعمل حاجات كتير. أنت مش فاشل، وده مش سحر، ده اسمه تشتت. فتعالى نحكي على البتاع ده شوية ونشوف إيه علاجه. علشان أبسط لك الموضوع، تخيل إنك بتذاكر الامتحان العربي وأنت ماسك الكتاب، فجأة تليفونك رن، فترد، تخلص المكالمة هوب تلاقي رسالة، فتفتح الرسالة تلاقي صاحبك بعت لك مقطع مضحك، تضحك يا معلم وتدخل تشوف باقي الفيديوهات. تكون فاتح الانستجرام، تتفرج على كام صورة، هوب، يا نهار أزرق، ده أنا كنت بذاكر. ترجع للكتاب تلاقي نفسك نسيت كنت واقف فين ومحتاج تعيد من الأول. هو ده بالظبط التشتت، وهو إن دماغك مش قادرة تركز على حاجة واحدة، كل شوية بتنط من فكرة لفكرة، من مهمة لمهمة، من غير ما تخلص حاجة. طيب، إيه ضرر التشتت؟ إنك بتضيع وقتك ومجهودك والنتيجة صفر إنجاز. بتغلط كتير لأن تركيزك ضعيف. كمان بتحس إنك متوتر ومضغوط طول الوقت، ومترتب من كل ده إنك مش مبسوط ومش مستمتع بحياتك. خلينا بقى بعد ما عرفنا الضرر نعرف الأسباب علشان نعرف نحل الموضوع. أول حاجة، السبب الأساسي للتشتت الشيء اللي أنا بصور بيه، التليفون. طول النهار بيرن إشعارات، رسائل، سوشيال ميديا، دماغك فعليا مش لاحقة تركز. اتنين، عدم وجود خطة. لما ما يكونش عندك هدف أو خطة واضحة طبيعي تتوه بسهولة. تلاتة، النوم الغير كافي. النوم الغير كافي بيخلي دماغ مشوشة ومش قادرة تركز. أربعة، الزحمة والدوشة. لو المكان حواليك مش هادي مخك بيتشتت تلقائي. خمسة، تعدد المهام. لما تحاول تعمل كذا حاجة في نفس الوقت النتيجة ولا حاجة منهم بتطلع مظبوطة. ستة وآخر حاجة، الضغط النفسي، سواء قلق، توتر، تفكير زايد، كل ده بيخلي دماغك شغال زيادة عن اللزوم، ومن كتر التفكير التركيز بيطير. طيب نحل الموضوع ده ازاي؟ واحد، اقفل الإشعارات وابعد التليفون وقت المذاكرة أو الشغل، ودي أول خطوة هتحس بتأثيرها فورا. اتنين، اشتغل على حاجة واحدة بس، خلصها وبعدين نروح للي بعدها، ركز في هدفك خطوة بخطوة. ثلاثة، نظف مكانك وخليه هادي، المكان المريح بيساعد دماغك تشتغل بشكل أنظف. أربعة، خد راحات قصيرة، خد فترات راحة بين كل شوية شغل أو حبة مذاكرة، بس بالله عليك اوعى في الراحة دي تمسك التليفون، هتحسها صعبة لكن تأثيرها رهيب. لو مسكت التليفون هتتشتت، تركيزك هيقل ومش هترجع للحاجة اللي انت كنت بتعملها بنفس الطاقة، ده لو رجعت أصلا. خمسة، نام كويس، النوم مش رفاهية، ده شرط أساسي علشان دماغك تشتغل صح. ستة، كل ما تنجز حاجة كافئ نفسك حتى لو بحاجة بسيطة، هتحس انك بتتحرك لقدام فعلا. واخيرا لازم تعرفوا ان التشتت مش نهاية، ركز وابدأ خطوة بخطوة وشوف بنفسك حياتك وهي بتتغير. ركز دلوقتي وعيش نجاحك بكرة. بس كده، متنساش تعمل لايك واشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتسيب لنا تعليق برأيك أو موضوع حابب نتكلم فيه، وشارك الفيديو مع كل اللي تعرفه واكسب سبب، لأن بجد ناس كتير محتاجة تسمع الكلام ده. والأهم، متنساش تصلي على النبي. أخوكم محمد أبو السعود، ألقاكم في فيديو جديد وحديث جديد من حديث تهمك. السلام عليكم.